مرحبا يا جماعة، اليوم كمان عن مربى العز الحلقة 26. فحطوا لايك ويلا تعالوا بسرعة. أول شي مناع بيقول الزعيم أبو سلمى أنه عمر فارس نفس عمر الدهمة، ففارس تعلق بالدهمة كتير أول ما شافه، وهذا الشي بيخليه أنه ممكن يكون ابنك. فمناع بيقول أنه أنا بتذكر فارس كتير منيح وهو صغير. الزعيم بيقول أنا كان مصوره لفارس راسمه يعني، فبفرجيه اياها مناع بيطلع بيتفاجأ انه هذا هو فارس، وبيقول الله اكبر. فبيروحوا هو والزعيم لعند مروان ليلاقوه وبيحبوه بيضموا، فالحكم دار بيبعت فارس لياخد حسني وزين على السجن. مناع بيسمع بالقصة وبيطلب من ابوه انه يتدخل، فبيروح الزعيم ابو علاء لعند الحكم دار وبيسأله عن سبب القاء القبض على فارس وزين، والحكم دار بيقول في شكوى عليهن وما بيرضى يطالعون. غالب بيرجع على البيت وبيقول لجواهر انه ما قدر يقتل مناع، وهي بتعصب وبتتضايق كتير وبتقول اذا ما قتلته ما رح سامحك. بس لما بيروح غالب ليقتل مناع بيرجع متصاوب، وجواهر بجن جنونها وبتنقهر كتير. الزعيم ابو سلمى بعد ما عرف انه فارس ابنه بروح للحكم دار وبيقدر يطالع ابنه من السجن. ابو زهير ما بيعطي خلف المصاري، وخلف بيقلب عليه وبيهدده انه راح يفضحه. الشيخ مالك بيسمع من اهل الحارة انه طلع حكي عليه وعلى وردة، وبيعصب، وخاصة بعد ما عرف انه وردة عاملة الغلطة. الشيخ مالك بيبعت ملكة لعند الساحر الشيخ راغب لتعرف اكتر عنه، وبتجيب الاخبار للشيخ مالك. أسيرات بعد ما بتعرف قصة فارس وإنه ابن الزعيم أبو سلمى، بتصير بتفكر بابنها داغر وإنه يمكن يكون عايش وزين يكون هو داغر. فيا ترى جد هذا زين هو داغر؟ هذا الشي اللي رح نعرفه بالحلقة 27 أو 28. هاي التسريبات بتمنى منك تحط لايك وتشترك بالقناة. يلا باي.